بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. تعال أقول لكم إيه حكاية اللاعب المصري في منتخب ألمانيا وهو ضحية البيروقراطية. بص كيف التشكيل اللي قدامك ده تشكيل منتخب ألمانيا تحت 16 عام في مباراة رسمية ضد منتخب فرنسا تحت 16 عام، والكلام ده كان في عام 2012. لو ركزت في التشكيل هتلاقيه بيضم لاعبين معروفين دلوقتي زي تيمو فيرناندز في قلب الهجوم لاعب توتنهام الحالي وتشيلسي السابق، وكمان هتلاقي في قلب الدفاع جوناثان تاه لاعب في جزء قريب من بارسا. بس الغريب بقى ان هتلاقي اسم مصري في التشكيل في مركز باك ليفت. زي ما انت شايف كده مركز باك ليفت بيشغله اسم غندور. في ايه حكايته؟ غندور ده يبقى لاعب الماني من اصل مصري اسمه رامي ياسين غندور، وده من مواليد 1996، وكان لاعب اساسي في تشكيل منتخب المانيا زي ما انت شايف كده. وطبعا وقتها لان ده بندور على محترفين من اصول مصريه، قدرت اقنع رامي ووالده بانه ينضم لمنتخب مصر الاكبر سنا مع كابتن ربيع ياسين، واللي كان بيدرب منتخب تحت 20 عام، واللي كان بيضم لاعبين صاعدين وقتها زي احمد رفعت رحمه الله عليه وصالح جمعه وكهربا. وفعلا رامي اتبعت له استدعاء كالعادة لمعسكر منتخب ألمانيا، واتبعت له المرة دي بقى لأول مرة استدعاء منتخب مصر في نفس التوقيت، فقرر ينضم لمصر ويسيب منتخب ألمانيا زي ما كان الاتفاق. المهم رامي جه واستقبلناه أنا والكابتن ربيع ياسين وأحمد رفعت رحمة الله عليه في المطار، وكلنا كنا مبسوطين وكانت حاجة جميلة جدا. واللاعب لبس تيشيرت المنتخب المصري ونزل تدريبات، لكن لما جه رامي يطلع ورقة المصري قالوا له في الأحوال المدنية إنه مش ينفع ياخد الجنسية المصرية علشان جده ساقط قيد، وده رغم ان والد رامي معاه نفس البطاقة القومية المصرية، ولكن البيروقراطية عزيزي. رامي رجع ألمانيا والإداري قال لوالده هتابع لك القصة ديت، ولكن محصلش حاجة خالص، وظل الوضع على ما هو عشان رامي يخسر مكانه في ألمانيا، وكمان يضيع عليه منتخب مصر. فلا طلع بلح الشام ولا عنب اليمن، لأن ألمانيا ببساطة استبعدته تماما من حساباتها بعد ما سابهم في التصفيات ونزل مصر. ومن ساعتها مسيرة اللاعب خدت منحنى ثاني خالص، واللاعب تراجع. رامي حاليا بقى عمره 28 سنة، وحاليا هو في أحد أندية الدرجة السادسة في ألمانيا وبيتفرج على زمايله. ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، والسلام عليكم ورحمة الله.